السلام عليكم. الكلاسيكيه الجميله جدا 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 واللي عملت قلبان في السوق الاوروبي، وفي سنه 1992 خدت اوروبيان كار اوف ذا يير. هتلاقيها لسه في سوق المستعمل اللي بتتباع بكميه كبيره وماسكه نفسها زي اللي عندنا النهارده، الجولف MK 3. الجولف 3 في جيلها الثالث في سنه اللي طلع سنه 1991 وانتهى في 98، بس الكابريوليه بتاعتها بس اللي كملت لغايه 2002. الفولكس فاجن جولف عموما من فئه الكومباكت هاتشباك، زيها زي الفورد فوكس، الاوبل استرا، الهوندا سيفيك وغيرهم من وقتهم طبعا. طيب ده الجيل الثالث بتاعها زي ما قلنا، اللي نزل منه موديلات كتير جدا في السوق، الثلاث ابواب والخمس ابواب هاتشباك كالعاده، الستيشن اللي هي الفاريانت، الكابريوليه زي ما قلنا من شويه، الجي تي اي اللي هي الرياضيه، وموديلات بقى طبعا كتيره جدا سبيشال كلها رياضيه تقفيلات زي الار في 6، البينك فلويد، الرولينج ستونز، الافينيو، الجوكر، السافوي وغيرهم كتير جدا في السوق. الكلاسيكيه جميله جدا دي هنشوفها دلوقتي. ليه بقول لكم الكلاسيكيه جميله؟ سعرها في السوق كويس جدا في المستعمل وماسكه نفسها لغايه دلوقتي زي اللي عندنا النهارده، بيبتدي من 300 يورو ويوصل حد اقصى 2500 يورو في سوق المستعمل، في عربيه جولف تصنيع الماني. العربيه دي نزلت بشويه فئات وقتها كانت مختلفه شويه عن الجولف دلوقتي. كانت اول فئه اسمها الجولف، دي بتنزل بالجنط ال 14 بوصه الحديد وبيبقى كل حاجه فيها يدوي. ثم بعدها السي ال، دي بيبقى فيها فرشه بس افضل شويه، الكراسي فيها بتتقفل والكراسي كرسي السواق بيترفع لفوق بيترفع لفوق في ثاني فئه، اول فئه ما فيهاش. والجي ال دي بتنزل بالجنوط ال 15 بوصه الالوي، طبعا دي اللي عندنا النهارده. ثالث واحده فيهم تعتبر اللي هي اللكجري وقتها يعني، وبتنزل بيبقى فيها فجات اماميه، بيبقى فيها اربع سبيكر قدام. وبعد كده التقفيل الرياضي بتاعها زي الار لاين مثلا اللي هو الجي تي والجي تي دي. وقبل الاكشن الرهيب بتاع كل فيديوهاتنا بس افكركم ان الفيديو بتاعنا متقسم لمجموعه من المقاطع الوقتيه الموجوده عندكم تحت في شريط التحميل وتوصيف الفيديو. واي عربيه عموما بتدور على تقييمها اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنبها كلمه دليلك هتطلع لك ان شاء الله، ولو ما طلعتش قولها لنا في التعليقات تحت وانا اعمل لك لها تقييم. واول مره بتزورنا الاشتراك واللايك، ويلا هنشوف بقى الاكشن اللي انتم مستنيينه. انا عارف. العربيه دي ملهاش اي تقييم على اليورو انكاب، لكن هي كانت بتنزل بستاندرد ب2 ايرباج بس للسواق والراكب، والالوان اللي ممكن تلاقيها بيها في السوق 10 الوان بحد اقصى. التصميم بتاعها زي ما انتم شايفين هو اكتر حاجه هتعرف الجولف من بعيد ان هي الكشاف ده مستطيل، ثم بعد كده واخد كيرف هنا شايل الشبكه الاماميه تمام، التهويه الوحيده اللي داخله على الموتور، والاكسدام اللي نازل ده مع هنا الشارات اللي على اليمين والشمال والاضواء الاماميه. بس كده بسيط جدا، وتجعيدتين بس في الكبوت. تصميمات جولف العاديه وقتها او التصميمات العاديه وقتها زمان البسيطه جدا. لو اتحركنا على الجنب عندنا هنا الجنوط زي ما قلنا ال 15 بوصه السبور اللي بتنزل من ثالث فئه. طبعا حجم الشبابيك اللي انتم شايفينه الكبير جدا ده طبعا ما اتكررش بعد كده حتى في الجولف 4. ممكن تبصوا على التقييم بتاع الفيديو الجولف 4 هتدخل لكم في اللينك اللي فوق ده تمام. لكن الشبابيك هنا تكاد تكون شبابيك العربيه MPV او عربيه ميني فان. حاجه اللي نقودها طبعا هنا بس ان المرايات هنا صغيره جدا ومستطيله كده، لما نطلع جوه هنشوفه جوه الرؤيه بتاعتها مش كويسه. طبعا في هنا الحمايه الجانبيه القديمه بتاعت العربيات، وهنا الرفارف الخلفيه ما كانتش لسه خدت شكل القوسي، لكن كانت بدايه تحولها الميتامورفوزس بتاعتها للشكل القوسي. نتحرك بعد كده على ورا. حجم الشباك طبعا الازاز الخلفي الكبير جدا جدا. هنا الكشافات المربعيه الخلفيه، طبعا كل الانوار هنا كلها هالوجين، ما كانش في حاجه اسمها LED. علامه فولكس فاجن هنا نونو كده وزغنطوطه كده وجميله. فتحه الشنطه بتبقى من هنا بالمفتاح نوريها لكم دلوقتي. طبعا هنا زي ما انتم شايفين الجولف GL عشان يقول لك الفئه بتاعتنا. طبعا اكسدام عادي خالص كلها بلاستيكات، هنا بلاستيكات الشكمان تحت هنا على فكره.
حاجه هتشدك من جوه هو كان التصميم من جوه قلب على شكل حرف ال ده، الكسره دي كلها موجوده في الداشبورد اللي نازل هنا كده بالحرف ال اللي شايل الراديو والتكييف بتاعنا. التكييف ده بينزل على فكره من تاني فئه، بينزلش في اول فئه عشان يبقى عندكم علم. بصوا حتى المواد اللي فوق لا زالت دلوقتي ماسكه نفسها وسوفت تاتش لحد ما لذيذه الصراحه، مش وحشه. هنا يعني اقل جوده منها، لكن في طبقه كده من الجلد شبه الجلد الصناعي. هنا طبعا هاندريست كلها، طبعا التاتش بوينتس كلها صعبه جدا ومتعبه جدا. القماش هنا قديم الصراحه لكن ماسك نفسه، والكرسي ذات نفسه مش محتضنك قوي، مش زي الجولف الجديد طبعا، لكنه لازال مريح. عجله القياده هنا كلها كاوتشات في كاوتشات. طبعا هنا الارقام اللي قدامكم كلها ارقام باينه واسعه كده ولذيذه الصراحه. التابلو بتاعها لذيذ قوي، عسول قوي يعني. طبعا الازاز الاوتوماتيك زي ما انتم شايفين. الكشافات هنا فيها العالي والواطي بس، تمام. مفيش هنا اصلا فجات خالص بتنزل في العربيه دي الا في اخر فئه بس، وبتطلب زياده لان في حاجات كتير جدا بتطلب زياده في العربيه دي، كانت اوبشنات زياده يعني ما بتنزلش حسب الفئات. انت وحظك كنت بتشتريها في سوق المستعمل. شويه اماكن تخزين والله مش بطاله. جيوب الباب الصراحه ضيقه جدا، ما تشيلش ازازه 1.5 لتر. لا بص هتبهدل الازازه، لكن هي طويله وشايله حاجات كتير زي ما انتم شايفين. هنا هنلاقي مكان تخزين هنا كبير جدا، ده ممكن تستخدمه مثلا حاليا عشان تحط فيه الموبايل بتاعك. طبعا وقتها ما كانش حاجه اسمها موبايلات، او ممكن تحطه برده هنا تحت الفتيس. هل هيخبط في الفتيس؟ لا والله المكان هنا برده مش بطال، انت هتحط الموبايل بتاعك هنا مفيش اي هاندرستات خالص. في مكان تخزين هنا صغير يشيل. هنا ممكن بقى تشيل ازازه ل1.5 لتر، لا برده ما يشيلهاش. درج التابلو هنا يشيلها، صغنطه عسل قوي والله العظيم، عسل برده ما يشيلهاش صح. لكن هما الاثنين مساحات برده مش بطاله، في مساحات كتير والله مش بطاله، لكن الازاز هنا اللي فيها مشكله بالنسبه لي، هتضطر تحطها بالعرض يعني. وهنا الشماسات بس مسدوده خالص، ما فيهاش اي حاجه، اضاءه واحده بس موجوده فوق هنا. ورا الفتحه الباب والله مش بطاله، كويسه جدا. زاويه مش كبيره قوي لكن الفتحه كويسه، ما اعتقدش هتضايقك قوي وانت بتدخل اي نوع من انواع كرسي الاطفال، وكذلك برده البالغين. طيب ملاحظ هنا ايه، الكنبه اوطى شويه، تحس انها واخده زاويه شويه لفوق، اوطى من الكراسي اللي قدام. خلي بالكم مساحه الركبه مش حلوه قوي، مش زي الجولف 4 وال5 وال6. بالمناسبه ال5 مثلا عايز تبص عليها برده هحطه لكم في اللينك اللي فوق ده بكماله الجولفات يعني، وال7 وال8 برده كلهم، وال6 كلهم موجودين عندكم فوق بالمره. ما خلصنا كده كل الجولفات. المواد اللي هنا برده نفس المكمله على المدى اللي قدام. بص الازاز الكبير جدا اللذيذ ده، تعال نشوف اتفتح كده لغايه الاخر ولا لا. تحفه. شوف بقى كميه الازاز وانت كطفل قاعد هنا، فكميه الازاز تحفه ومديك رؤيه بانوراميه كويسه جدا للشارع، فمناسبه جدا للاطفال يعني. عشان كده خدت فاميلي يعني بيسموها بيست اوروبيان كار، وخدت برضو في 1998 فاميلي كار اوف ذا يير، تمام. فاخدت جايزتين العربيه دي. لكن طبعا مفيش جيوب هنا خالص. مساحه الراس ممتازه، مساحه الرجل ضيقه جدا الصراحه، انت مش قادر تتحرك. لكن هنا بسبب مجاري الكرسي، لكن النفق هنا صغير ورفيع قوي، لكن هو عالي شويه. الكرسي اللي في النص ده ما ينفعش تستخدمه الصراحه. لو نقلت كده الكرسي اللي في النص لا صعب قوي، صعب قوي يعني فعلا. المكان المشكله كلها في مكان الرجلين والركبه. الركبه تقريبا انتهت وانت كده خدت مكان الرجلين، فاتنين كبار قاعدين هنا تمام، بينهم طفل صغير او ما تحطوش حاجه فعلا يعني. هي ضيقه شويه الصراحه للاسف، مش زي اللي بعضهم. جيوب الباب اللي هنا الصراحه صغيرين جدا، حتى بصوا ما يشيلوش اي نوع من انواع الازايز خالص. في ازازه هنا برده مش عارف تعمل ايه هنا. فغير كده مفيش اي حاجه تانية. كان هنا في مماسك وفي خطافات، الهاندريست اللي بينزل اكيد طبعا بهزر يعني. شربتها يا كروديا يعني هاندريست ايه في جولف 3 في 98 صباح الفل. تحط كده المفتاح وتقعد تلف لغايه لما يفتح وترفعها. بروز الشنطه هنا واطيه جدا، فيها بروز تحميل عالي الصراحه، فهيتعبك وانت بتاخد الشنطه الثقيله بتاعتك وترميها كده. طيب سعه الشنطه التخزينيه دي كانت اقل من الجولف 4، وبقيه الجولفات كلها اللي كانت ثابته 380 هنا 331 فقط. في هنا زي ارضيه كده يعني خشب كده، وتحتيها العجله الاستبن بتاعتنا. بيزك جدا، ما فيهاش اي حاجه غير مكانين تخزين هنا وهنا فقط. مفيش اي فتحات، مفيش حتى غير اضاءه واحده بس موجوده هنا. عايز تنزل الكراسي من خلال الزرار ده. احنا قدرنا نحط ايه في الشنطه دي عشان هي واطيه الصراحه، نفس كميه الشنط في الجولف 7، واحده كبيره 2 وسط وواحده صغيره، فممتازه. طيب ننزل الكراسي، بترفع المكان الزرار ده من هنا اهو، كذلك برده من هنا
وتزق. للاسف ما بينزلش لغايه الاخر، عالي جدا 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 زي ما انتم شايفين، لكن هنا زود لك السعه التخزينيه بتاعتك ل 1150 لتر. المواتير اللي كانت بتقدم بيها العربيه دي كتير الصراحه ومتنوعين وليهم خصائص كتير متنوعه، دي اهم حاجه بس ممكن نتكلم فيها. مبدئيا كده بصوا الكبوت تقيل جدا، انا بتعب جدا في شيله، لكن من اول الجولف 3 او لغايه الجولف 3 ما كانش هيدروليك، كان بس مانيوال زي ما انتم شايفين. تمام؟ طيب المواتير فيهم بنزين وفيهم ديزل، فيهم بعض منهم هم كلهم تنفس طبيعي طبعا، بس بعض منهم الاوليين لغايه ال 1.8 مونو بوينت انجكشن، فعزمه بيبقى ضعيف شويه، بينما من اول 1.8 لتر 1800 سي سي بيبقوا مالتي بوينت انجكشن، فعزمهم بيبقى اقوى، تسارعهم احسن، ادائهم احسن بالمجمل يعني. من اول مواتير ال 2000 سي سي في منهم بيبقى في 6، طبعا هم كلهم 4 سلندر ان لاين عاديين جدا، وفيهم مانيوال وفيهم 1 أو 2 مش كتير قوي اوتوماتيك، بيبقى 4 سرعات بس اوتوماتيك، فهو مش حلو، واداؤه كان مش حلو قوي الصراحه يعني، لكن خليك في المانيوال لو هتشتري العربيه دي بالذات يعني، بالذات في الجولف 3 انصحك تخليك في المانيوال الاوتوماتيك مشاكله كتير، خاصه القديم ال4 سرعات ده. طيب اللي عندنا النهارده انه واحد اللي هو الواحد 1800 سي سي، التنفس طبيعي طبعا، مربوط بنقل الحركه 5 سرعات مانيوال، وبيولد 90 حصان و145 نيوتن متر تورك على لفه عزم دوران 2500 ار بي ام. سرعته القصوى 178 كيلو متر في الساعه، بتسارع من 0 ل 100 في 12.1 من الثانيه. معدل حرقه للبنزين عالي جدا، 8 لتر لكل 100 كيلو، زي ما قلت كانت لسه التكنولوجيا مش عاليه قوي. سواقه العربيه دي يعني سامعين الموتور عالي ازاي؟ ما تتوقعش منها كتير، صح؟ ال 1.8 لتر ده كويس جدا، في ال 1.6 تلاقيه كتير برده موجود في السوق، لكن العربيه الصراحه الى هذه اللحظه عدت عليها فوق ال 25 سنه، ماسكه نفسها كويس جدا. عزل الصوت فيها الصراحه تعبان، اكتر حاجه برضه تعباني جدا المرايه الصغيره جدا دي، مش مبينه لي اي حاجه تقريبا يعني، انا معمي خالص، فعليا معمي خالص، وحشه جدا 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 المرايه دي. يعني لازم تبقى انت محترف سواقه شويه عشان تركب عربيه زي دي. غير كده الرؤيه من جوه ممتازه جدا، كويسه جدا، ازازات كتير جدا زي ما قلت، الرؤيه من ورا ممتازه، تقدر تعمل مارشدير، طبعا عندك الكاميرا الخلفيه هنا شغاله في الراديو المتركب ده، فممتازه الصراحه. تمام. فغير كده سواقه العربيه دي خلينا اقول لكم هي لو قارنتها بمعظم الحاجات زي البيجوهات القديمه مثلا او الفورد فوكس القديمه، فدي حاجه لسه لازالت ماسكه نفسها ومحافظه على نفسها، وبتديك سواقه قريبه شويه من الحاجه الاحدث. انا حاسس انها كانت سابقه شويه، لان استجابه الموتور لاستجابه اللي هو الموتور، على الاقل الموتور الواحد 1800 سي سي اللي عندنا ده كان احسن شويه من اللي قبل كده، الموتورات اللي هي 1800 وكده، فحسيت ان هو بقوته ده بيديك نفس نوعيه السواقه. طبعا لو انت اتكلمت على الهاندلنج بتاع العربيه دي، فلو ان مثلا في وضعيه الثبات اهو وقفنا، بص الهاندلنج بيبقى تقيل جدا الصراحه، تقيل جدا جدا، عمرك ما تعرف تجيبه بصبع واحد. الباور فيه لا يكاد نقول موجود، هو ما فيهوش باور اساسا انتوا عارفين، لكن في انظمه مساعده. تمام. لكن هو اسهل من حاجه زي مثلا زي اللادا مثلا، او بيجيب، او مثلا الحاجات زي السمارت مثلا كان فيها مشاكل كتير موضوع الهاندلنج. الحاجه برضو اللي نقودها فيها، خلي بالكم العربيه دي هي الفرامل بتاعتها قدام ديسكات ولكن ورا درامات، فالفرامل لما بتيجي تفرمل تمام، لما مثلا احنا على سرعه عاليه اهوت اهو، التسارع بتاعها والله مش بطال على العربيه قديمه، اللي يجيب فرامل لازم تدرس جامد قوي قوي وما تثقش فيها خالص، لانها ممكن تعملها معاك الصراحه، وقبل كذا مره كانت هتعملها معايا هنا، فخلي بالكم من الحته دي. تمام. طيب حاجه الثالثه في العربيه دي لما تيجي تشتريها وتعرف حاجه عن سواقتها، هي موضوع التسارع بتاعها. لو طلعت على الطريق السريع، اول ما لو انت عديت الريفتنج مثلا في الثاني او الثالث، صوت الموتور بيعلى جدا جدا جدا. جايز تكون عربيه قديمه، جايز غير كده ما اقدرش اقول الصراحه، كان دي حاجه انا لاحظتها. طيب ايه تاني؟ منوره جوه المدينه، بصوا احنا نورنا اهوت جوه المدينه كويسه جدا، الترنينج سيركل بتاعتها لا تتعدى ال 10 متر، 9 وكسر، فكويسه جدا الصراحه. فهي انا شايف انها كويسه جدا اللي جوه المدينه، لو انت عايز حاجه بس توصلك وتجيبك ورخيصه، حاجه كويسه جدا. عزل الصوت فيها سيء جدا الصراحه، يمكن ادمت ولا حاجه، بتنزل 70 في صوت هواء بيطلع جامد في المرايات هنا، في الطيارات من تحت، فيعني ده بس باكج السواقه بتاع العربيه دي، خلي بالك منه. زي ما قلت لكم، لو انت حابب تجيب حاجه زي كده،
اكشف عليها، اهم حاجه كشف كويس جدا عشان ما يبقاش فيه بس خازوق في النص انت مش حاسه. وبعد كده انجوي ان شاء الله. حاجات زي كده هتريحك جدا القديمه الكلاسيكيه دي، لان هي بسيطه جدا. دوائر التكنولوجيا والكهرباء اللي فيها بسيطه جدا جدا جدا. في سوق المستعمل عايز حاجه مستعمله رخيصه جدا ومضمونه الى حد ما. هي في مشاكل حصل فيها، وفي مشاكل كتير بيتكلموا عليها خاصه في الاوتوماتيك بتاعه. مشاكل كهرباء الى حد ما مش كتير، مش زي الاودي اختها، لكن شويه مشاكل. فاكشف عليها قبل ما تشتريها، حتى لو كانت ب 500 يورو ولا حاجه. لكن هي اختيار كويس جدا في سوق المستعمل لو عايز تدور على عربيه عمليه لجوه المدينه، سفر بسيط جدا. في الاخر طبعا تشيك ليست اهي، مختصر العربيه. وصلت لنهايه التقييم، يبقى اكيد عجبك اسلوبنا في التقييم. يبقى بقى لما كنتش اشتركت معانا في القناه فيا ريت الاشتراك، لانه مهم جدا وهيساعدني كتير جدا، والمجهود ده ما يضيعش على الفاضي. اي عربيه تانية عايزين نعمل لك ليها تقييم في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.